ثواني. اي اتفضل حضرتك. ده ختام وزارة الدفاع، وهو تسريح بعمالة داخل وزارة الدفاع المباركية. اسمه ايه هنا؟ ايوه ما دي واحده بس عدلهولي عشان اهو. وركز على رقم سيارتي واسمي، وركز على الختم الاصلي. مع الاسف كل فترة كان بيبقى معايا جواب بعمالتي. الورقة الوحيدة اللي وقعت في زبالة السيارة بتاعتي تحت الدواسة، فرميتها في قلب الاوراق، وادي نتيجة هذا الورق. ماشي. وده ختاما لوزارة الدفاع. ايوه. نخش على وزارة الاوقاف الكويتية، وهي شغل المساجد. ماشي. دي المستندات كلها مش كده؟ حاجة كده على ما وشي. دي مؤسسة غانم العثمان للتجارة العامة. كيف عرفت الغانم؟ عرفت الغانم في قعدة بري مع الشيخ فهد جابر الأحمد الصباح، وركبت معاه اليخت ولفينا العالم، واخترعت كلمة اسمها لا تنسوا أسرانا، اللي سموا الغانم العثمان سندباد الكويت، وهي من فكر مصري نجار مسلح، المهنة الذي مارسها 16 نبي من اول سيدنا نوح حتى سيدنا زكريا. ماشي. تمام. وفوجئت بعد ذلك انه مات ووقع بالطيارة في الجلاعة وتوفى بعد ما اعطاني الشغل بدون عقد، وعرفني على المدير خالد شحاتة الفلسطيني، فاشتغلت حتى عملت عدة ما يقارب من 250 ألف دينار. وهذا شركة وربة للتأمينات، وقعت حادثة في خطال قبل هذا الحادثة ب7 أيام فحرقت فيها، وهذا نتيجة حرقي. ده ايه ده؟ حريق. انبوبة غاز ضربت في حوش في خطال، موتت 30 فرد وانا الوحيد، انا و2 نجم مني. طب ايه السبب انها انبوبة واحد بيفتح انبوبة كانت بتصرف في الفرن الغاز، ضربت الانابيب كلها. والحادثة مسجلة في دفاتر الكويت. الكلام ده على مسؤوليتك خبر ان خشب ولع في صقر الغاز. الكلام ده على مسؤوليتك. على مسؤوليتي ورجلي وجسمي. رحت بعدها جالي خبر ان خشب كله ولع في مسجد في الاندلس اسمه صقر الغانم. بعد ما خرجت من المستشفى وعصب رجلي مقطوع. وماشي على عكازين، خالد شحاتة اداني جواب ان اروح شركة التأمينات. رحت شركة التأمينات، قال لك بنص التأمين تسقط بعد 14 يوم. رحت حاسب شركة تأمينات، شركة غانم العثمان اللي كانت مؤسسة واصبحت شركة. واصبحت في شكل الورثة. ايوه. وهتشوفوا شيك الورثة دلوقتي، صورة من شيك الورثة. ماشي. وراح حق ولم يستدل حقي من مسجد من عقد 43 وميزانية الدولة. ماشي.